فوجهت جماهير نادي سان جيرمان رسائل للمسؤولين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تحمل في طياتها رفضًا قطعيًا للقرار الأخير القاضي بضرورة عدم إيقاف أي مباراة في جميع الأقسام، وذلك من أجل السماح للاعبين المسلمين بالإفطار عندما يتزامن توقيت المباريات مع موعد الأذان المغرب. ولقد رفعت الجماهير الباريسية خلال مواجهة فريقهم اليوم الأحد ضد أولمبيك ليون لافتة كبيرة كتب عليها باليد العريض حبة تمر كأسماء كابوس الاتحاد الفرنسي، وذلك في مسألة احتجاجية على قرار الاتحاد الفرنسي. فقد انتقد جمهور باريس سان جيرمان قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعدم إيقاف المباريات من أجل السماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم خلال شهر رمضان. وكان الاتحاد الفرنسي قد أرسل تعميما للحكام مشددا على عدم إيقاف المباريات من أجل السماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم. وردت جماهير سان جيرمان بألتراس مكتوب عليه تمرة وكوب ماء كابوس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.